تفرحي بيا كده وتفرحي بجوازتي، تشوفي بنتك كده وهي مالكة. ألف مبروك يا ملكة مصر. ايه سيد؟ يا نهار اسود، انت لسه عايش يا سيد؟ عايش عشان اشوف مراتي في احضان التاريخ يا بتاعت خوفو. لا ما تظلمنيش يا سيد، والله العظيم انا كنت فاكرك مت يا سيد. وده عزايا يا ريتاج؟ ده عزايا؟ لا بعد الشر عليك يا سيد. وانا اللي عملته باصلي وكنت جاي انقذك. تنقذني؟ تنقذني من ايه؟ ان ابقى ملكة؟ اخر مره يا ريتاج اسمعك بتتكلمي في الموضوع ده انا احسن هديكي بالجزمه. بعدين يا عبيطه يا عبيطه، انت كنت هتبقي ملكه لمده 3 ايام وبعد كده هيرموكي في النيل زي لبنى عبد العزيز بالظبط. هي لبنى عبد العزيز ماتت غرقانة؟ مش في الحقيقه، في الفيلم. يرموني في النيل زي لبنى عبد العزيز في فيلم رشدي خميس؟ بالظبط. لو النبي يا سيد، لو النبي يا سيد ما تسيبنيش يا سيد، اللي ما بعرفش اعوم يا سيد، عشان خاطر يساعدني يا ماليش سيد. دعوه خلاص، مش الملك بتاعك بقى خليه يلحقك، مش هو بيحبك خلاص. لا طب بص يا سيد، انا مش عايزه اموت يا سيد، والنبي تعالى نهرب كلنا، هربني يا سيد. نهرب ايه يا ريتاج؟ واحنا ممسوكين في اسم الخليفه؟ يا ريتاج احنا واقعين في فجوه زمنيه، عشان نرجع تاني لازم نلاقي الاساور ونلبسها احنا الثلاثه. انا عندي فكره. انا لسه كنت بفكر في موضوع الشبكه وكده عشان عروسه جديده يعني. اخر مره يا ريتاج هحذرك، ما تجيبيش سيره الموضوع ده خالص. خلاص سوري. بص، ايه رايك اطلب منه الشبكه ال3 اساور نلبسها في الفرح وهوب نخلع من هنا؟ دي فكره حلوه جدا، بس انا ايه اللي يضمن لي انه هيرضى يديكي ال3 اساور؟ مين؟ خوفو؟ ده ما يرفضليش طلب، ده ختم في صباعي. عشان انا قلت لك ما تجيبيش سيره الموضوع ده ايه تاني خالص، ماشي؟ انت ليه محسساني انك بتكلمي ريهام صاحبتك؟ انا اموت واعرف مين اللي دخل في دماغك الكلام ده. فخر قال لي دوسي على الاحقاد واطلعي يا ملكه. قال لك ايه؟ دوسي على الاحقاد واطلعي يا ملكه. فخر قال لك كده؟ والله. ماشي يا فخر. أما براوة أما براوة والله براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة ياه عالطراوة